السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض يا حبايب قلبي طريقة عمل القطايف، وهعرفكم في الفيديو ده اهو هتعجبكم جدا. ازاي هنفرزها مع بعض، عشان يعني تتفرز نعملها في الفريزر، نحطها في الفريزر عشان تقعد فترة يعني طويلة كده، ما تفكش مننا والحشو يقع منها. ايوه لان انا طبعا يعني انا مش هاكل الطبقين دول، ايوه هنعمل احنا طبق هناكل وهنخلي طبق طبق. ونخلي طبق. اللهم صل وسلم يلا. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبتدي بعد كده هنركن دول على جنب. ايوه بعد كده هنعمل الشربات مع بعض. ايوه احنا هنركن القطايف على جنب. أول حاجة هنبتدي بيها الشربات، عشان لازم شربات القطايف بيبقى بارد. أنا نزلت بكوبايتين سكر بالكوباية دي، وهنزل بكوبايتين مية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا هقلب ولا هعمل أي حاجة فيه. أهو. هنرفعهم على النار اهو يا حبايبي. الشربات على النار، ولا ايوه هنقلبه ولا هنيجي جنبه بأي حاجة، عشان الشربات ما يسكرش مننا. أول ما يغلي هننزل بعصرة نص ليمونة، وبعد كده ننزل بكيس الفانيليا. اهو يا حبايبي الشربات ابتدى يغلى، هننزل بشريحتين من الليمون لأن أنا مفرزاهم في التلاجة. هنعد من 5 ل7 دقايق، بعد كده هننزل الشربات ونطفي عليه. اهو يا حبايبي طفيت على الشربات، وهنزل بظرف من الفانيليا. ايوه هسيبه لما يبرد تماما، وابتدي احشي القطايف بقى. تعالوا اتفضلوا وكلوا معانا. اهو يا حبايب قلبي هنحشي بالزبيب وجوز الهند، وهنحشي بالعجوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نضغط عليها جامد واحنا بنقفل. احنا اول مرة نعملها، فايه بقى متحمسة والله اكلها. بسم الله. اهو يا حبايبي هعمل معاك واحدة تاني اهو. هخلص كل الكمية وارجع. اهو يا حبايب قلبي، وبكده نكون خلصنا الكمية وهنحمرها في الزيت. اهو يا حبايبي، وكده حطينا طاسة على على النار، ونزلنا فيها بالزيت. هننزل بقى بالقطايف. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. اهو يا حبايب قلبي، من النار للشربات على طول. ايوه اهو يا حبايبي، دي اللي هنفرزها مع بعضينا. يا دوبك نزلتها في الزيت، الشماعة خدت تشميعة صغيرة كده معانا بقى خفيفة، وألفها في كيس ونحطها في الفريزر. ودي اللي عملناها مع بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم يا رب.
لسه في باقي الكمية معانا. باقي الكمية دي برضه هنفرزها ونحطها في الفريزر، يا دوبك هتاخد تشميعة خفيفة كده ونشيلها. ما تنسوش يا حبايب قلبي تحطوا اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. والله تقدر معاكم تاني يوم مقرمشة كده، بسم الله ما شاء الله. اهو يا حبايب قلبي خلصت كل الكمية اللي هتتفرز ان شاء الله في الفريزر. سخنة لسه مولعة اهي، يا دوبك شمعتها خدت تشميعة بسيطة اهي، ونحطها في الاكياس ونحطها في الفريزر. لما نخرجها هنديها برضو وش في الزيت، تحميرة في الزيت كده، ونسقطها في الشربات. انا كنت بجيب الاول في رمضان كميات وكنت برميه، كان بيبوظ وبيفك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك.